بنفس بشكل السياق اونلاين أوجلان و... اليوم إيه، وجه رسالة من سجنه لقسد دعاها في الاندماج بالجيش السوري وتكون جزء من سوريا الجديدة. لكن طبعا هذا ما اعلن عنه، الزياره تمت في 24 آه، في هذا الشهر يعني. اليوم جرى الإعلان عن الموضوع، وأنا كنت بعرف أنه راح لكن أوجلان يضغط، بده سلته بدون عنب. الأتراك يضغطون على أوجلان. دولة بخشلي زعيم المعارضة التركية وأحد رموز الدولة العميقة في تركيا، مش المعارضة، الائتلاف عفوا، الائتلاف الحاكم، حزب الحركة القومية المتطرف اللي شعاره الذئب الأغبر، وحزب العدالة والتنمية الإسلامي اللي شعاره الرابعة، شعار الأخوان المسلمين في مصر وفي أماكن أخرى. هذول مشكلين الائتلاف الحكومي في تركيا. الاثنين بيضغطوا على أوجلان أنه نحن حاولنا نضغط على قسد وقسد تمانع. أنت الزعيم الروحي يا أوجلان، أنت المرجعية، أنت المؤسس، أنت ما بعرف شو. بتقول لهم موتوا موتوا، قوموا قوموا. المطلب مطلب تركي، رسالة أوجلان مطلب تركي. وأوجلان يقول اندمجوا، لكن لا تأخذ مقابل، لا تطالب بإقليم، لا تطالب بخصوصية، لا تطالب بالاعتراف الدستوري بالكرد في الدستور السوري الجديد. يعني اندمجوا هكذا، اندمجوا بدون أي مشروع سياسي واضح يخدم مكونات الشعب السوري في منطقة شرق الفرات أو منطقة شمال سوريا، بدون أن يعني قد تكون قوة دعم للحراك أو لمطالب السويدة، قد تكون قوة دعم لمطالب الساحل السوري. هل هذا الضغط، جوهر ضغط عبد الله أوجلان على قسد ورسالة أوجلان ومطالب الاندماج، كل واحد بده قسد تندمج بخلفية تخص مصالحه. طبعا الآن أوجلان يدافع عن مصالح تركيا، لا يدافع عن مصالح الكرد. مظلوم عبدي كانوا كوادر في حزب العمال الكردستاني، وحتى الآن مظلوم عبدي لم يعلن استقالته، مثل ما أبو محمد الجولاني بايع القاعدة وبايع داعش وساوى تنظيم إرهابي وكذا، والله صار يعني فخامة الرئيس الانتقالي المؤقت. لكن صفحة مظلوم عبدي فيما يتعلق بالواقع السوري، السوريين لم يتأذوا من مظلوم عبدي بقدر ما تأذى العراقيين واللبنانيين والسوريين وأهل السويدة وأهل الساحل والسنة وأهل إدلب من أبو محمد الجولاني. ومع ذلك أبو محمد الجولاني الآن مع الأسف الشديد يعني وسخرية الأقدار حاليا هو الرئيس الانتقالي المؤقت لسوريا، ولكن ينطبق عليه بالحرف والنص ما قاله عنه أحد شيوخ العقل في سويداء الحبيبة: هؤلاء لا عهد لهم ولا ذمة. يعني مثلا لاحظ معي هذه الاتفاقية، اتفاقية 11 آذار التي أبرمها رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع ومظلوم عبدي. هذا توقيع أحمد الشرع وهذا توقيع مظلوم عبدي. ماذا صحيح. تقول هذه الاتفاقية؟ واحد، في البند الأول: ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية. هذا البند الأول. مش بس قصده، هتعطيني واحد من الموحدين الدروس بيحترم حاله، شخصية محترمة سياسية، واحد ما بيخجل منه، موجود في الحكومة، موجود في السلطة التشريعية، موجود في الإعلام الموالي لسلطة الجولان. هتعطيني واحد مثلا علوي. أين العلويون في السلطات الدولية في المرحلة الانتقالية هي؟ ضمان حقوق
جميع السوريين في التمثيل والمشاركة. جيب لي من السفراء والقناصلة الموجودين الآن في العالم الذين يمثلون سوريا ويديرهم الشيباني، جيب لي يعني سؤال مدرسي، يعني عدد لي، مش أنت يعني أو أي حدا من المشاهدين، عدد لي أسماء 5 سفراء، واحد منهم كردي، والثاني سرياني، والثالث درزي، والرابع علوي، والخامس عفوا علوي، السادس إسماعيلي، لكي نقول أنه هذا التمثيل الدبلوماسي. هي مش محاصصة، هي حقوق، هي حقوق، هي مش محاصصة. طبقا للكفاءة، شو كفاءات الشعب السوري؟ كلهم صاروا بس أهل السنة والجماعة وأهل إدلب؟ بهذا الكلام يعني. هذا الشرط الأول من الاتفاق، شرط يضمن، هذا الاتفاق يضمن حقوق كل مكونات السوريين في التمثيل والمشاركة. هذا الشرط انتهكته حكومة الجولاني من الألف إلى الياء، من الباب للمحراب، ما في هيك شيء. الثاني، المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة. طبعا اللي صاغ هذا الكلام كمان يعني الكلام مش صحيح، يعني مجتمع أصيل من سوريا مش من الدولة. الدولة هيكل سياسي، هيكل إداري، مش يعني هيكل تاريخي اجتماعي. مش مظبوط هذا الكلام. شو بيقول؟ المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية. طيب هاي الإعلان الدستوري، أنت شفت شيء حكى عن الكرد وحقوقهم الدستورية؟ ما في هيك شيء. الإعلان الدستوري والانتخابات كل التفاصيل ومجريات وسياقات العملية الانتقالية اللي شفناها ما فيها شيء تلميح يؤكد أنه نظام الجولاني التزم بهذا البند. البند الثالث، وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية. طبعا هذا الاتفاق 10 آذار. بعد 10 آذار في مناطق التماس صار اشتباكات بين قسد ونظام الجولاني، اشتباكات ضارية، يعني في أكثر من ما، مش بس هيك، يا ريت اشتباكات. يعني نظام الجولاني بعد ما يعني نفض ايديه من المجازر في الساحل السوري، راح ارتكب مجازر وجرائم حرب، جرائم حرب في السويداء. البند الرابع من كل هذه البنود، هذه البنود 8 بنود، هن بس بيتذكروا البند الرابع: دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر والمطار وحقول النفط والغاز والقصص، هي الأمور الاقتصادية يعني. طبعا هذا البند الرابع لكي يتحقق ينبغي للبنود الثلاثة الأولى أن تتحقق. هن جماعة الجولاني بيقفزوا عن هذه البنود الثلاثة وبيأتوا على بند الدمج. لذلك ينطبق عليهم قول الشيخ الحناوي: هؤلاء هذه جماعة لا عهد لهم ولا ذمة. عبد الله أوجلان انقلب على نفسه وهو الآن تركي أكثر من الأتراك. قلت هاي العبارة بأحد المقابلات التلفزيونية، وهي عبارة خطيرة بنظر أتباع حزب العمال الكردستاني. هل ما زلت بتشوف أوجلان بهاي الصورة؟ ولم يعني يبدو أنه لا، يبدو أنه أوجلان كان هكذا. نحن اللي كنا مخدوعين فيه، أنا اللي كنت مخدوع فيه. يعني هو من الأساس كان يخدم الدولة التركية بدون أن نعلم. صدرت كتب بهذا الخصوص، مثلا الصحفي التركي أور ممجو اغتيل في 93، كتب كتاب حول علاقة عبد الله أوجلان بالاستخبارات التركية. الضابط الذي حقق مع عبد الله أوجلان بعد اعتقاله بين مزدوجين في السجن اسمه حسن أطيلا أور.
حسن أطيل أور كان آه، يا إما الملحق العسكري في السفارة السورية في دمشق، يا إما معاون الملحق العسكري، هيك شيء كان من دبلوماسي خلال لكن حديثك بصفة أكثر من أمنية. مرة علقت على فكرة اعتقال عبد الله أوجلان. هل عندك تشكيك بالموضوع؟ يعني طبعا يعني هذه القناعة توصلت إليها يعني يعني بشكل متأخر، إنه ما يقال مؤامرة وقصص كله كذب بكذب. يعني ليش؟ يعني أضع لك المصادر. يعني عقيد في الجيش التركي وفي الأمن التركي بيكتب كتابين. آخر كتاب صدر له في 2022 2023، حسن أتيلا أور، هذا العقيد الكولونيل المتقاعد واللي كان من ضمن فريق التحقيق مع عبد الله أوجلان، بيحكي وبيسرد تفاصيل التحقيق معه. كثير مهزوز، كثير جبان في أثناء التحقيق، ويقول أنه أنا أريد أن أخدم تركيا، أن أضع المنظمة في خدمة تركيا، أن أضع الآن خطاب أوجلان المشيطن للحقوق القومية، للهوية القومية، الذي الآن أوجلان يدعو إلى تركيا الكبرى، تركيا ويعني يتحدث عن الزمن، العلاقة الكردية التركية في الزمن السلجوقي، في الزمن العثماني، أنه العثمانيين استعانوا بالكرد لسحق الصفويين. تعالوا نعيد تلك الأمجاد. أتاتورك أسس الجمهورية التركية بالتعاون مع الكرد. عبد الله أوجلان الآن، أنا كتبت في أكثر من مرة كمان في صحيفة يمكن العربي الجديد، آه، أوجلان أردوغانيا وأتاتوركيا اثنين. أوجلان لما كان، هي طبيعة أوجلان لما كان عند حافظ الأسد من ال79 ولغاية 2000 1998، غادر أكتوبر في 10 أو 9 أكتوبر غادر دمشق 1998. إذا بترجع لأدبيات وكتب حزب العمال الكردستاني وقت ذاك، أوجلان يمدح حافظ الأسد يعني أكثر من ما يمدحه الأمويين الجدد أحمد الشرع أكثر. وقائد يعني شرق أوسطي وقائد عالمي وقائد إنساني. وجلان بيمدح مين؟ بيمدح طاغية مثل حافظ الأسد وقت ذاك عندما كان، ويذم أتاتورك والدولة التركية والقيادة التركية. الآن يمدح أتاتورك مؤسس الدولة التركية، ويمدح العثمانيين، ويمدح ويريد خدمة تركيا. وجلان الهالة اللي يعني المحيطة به والتي صنعتها الإعلام الكردي التابع لحزب العمال الكردستاني، وحتى إعلام دولة تركيا، ساهم في نمذجة أوجلان. يعني عندما قدموا أوجلان بصورة بشعة الإعلام التركي، نحن ككرد بسطاء ظننا أنه لا، الأتراك شو ما بيقولوا عن أوجلان كذب. العكس هو الصحيح. كان يقول أنه نحن نريد تشكيل دولة كردية وكيان كردي واشتراكي. الآن يقول الدولة القومية زبالة وزفت وكارثة، وعلى الكرد عدم المطالبة بالكيان القومي. لكن الميثاق العالمي لحقوق الإنسان اللي موقع عليه كل أعضاء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، موقعين على هذا الميثاق والعهدين الدوليين، يمنح الكرد، يمنح الدروز، يمنح العلويين، يمنح العرب، يمنح الترك حق تقرير المصير. هذا الميثاق العالمي يمنح كل هذه المكونات حق تقرير المصير. لماذا أنت يا أوجلان لا تشيطن حق الترك أن يكون لهم دولة، وتأتي وتشيطن حق الكرد أن يكون لهم دولة؟ هل هذا الحق حاليا صعب؟ ليش ما شفنا أي تنديد أو تصريح من أوجلان بعد احتلال الأتراك مدينة عفرين؟ بالعكس، طالب الأكراد بتفهم الموقف التركي. هذا مؤشر
يؤكد أنه أوجلان يخدم المصلحة التركية، يعني أنه هو لم ينتقد لا احتلال التركي، وتركيا قوة احتلال ولا يسميها باحتلال، لا يسمي تركيا بقوة احتلال يعني. والقانون الدولي يعني هو احتلال كامل الأركان والأوصاف، مثل ما الاحتلال الإسرائيلي احتلال. ال- الوجود التركي على الأراضي السورية احتلال، الوجود الإسرائيلي على الأراضي السورية احتلال. هذا اثنين ما بيختلفوا عليه. أوجلان لم يندد بهذا الموضوع. حزب العمال الكردستاني في إعلامه عشرات المرات ذكر أن السلطات التركية استخدمت الأسلحة الكيماوية ضد المقاتلين في الجبال، مقاتلي حزب العمال الكردستاني في الجبال، أسلحة كيميائية. حزب العمال الكردستاني اتهم السلطات التركية، الجيش التركي، باستخدام أسلحة الكيميائية ضد المقاتلين الكرد، وراح منهم العشرات. وأوجلان لم ينتقد. الأتراك استخدموا الفوسفور في مدينة رأس العين، وطفل له صورة مشهورة، الطفل الكردي يعني في مدينة رأس العين. وهذا الكردي، الطفل الكردي المتضرر من الفسفور التركي في مدينة رأس العين. أوجلان لم ينتقد، لم يشجب، لم يندد. أوجلان صم بكم عمي أمام إرهاب الدولة التركية في سوريا، في كردستان العراق، وفي